عواطف؟ بتعملي ايه هنا يا عواطف؟ مش وقته بقى يا عماد، خش دور على حته انام فيها وبعدين نبقى نتكلم. ومين دول؟ عيلتي. ايه؟ اقعد بعيلتي في الشارع وانت قاعد في الشارع دي كلها بطولك؟ الهاتف الذي طلبته غير متاح. يمكنك إرسال رسالة صوتية بصوتك. اتصل بنجمة. الو. ايوه يا دكتور مروان، دلوقتي الساعه بقت 9:30 وانا اتاخرت جدا ولازم اروح. طب ما تكلمي بابا. كلمته موبايله مقفول. مقفول؟ أيوة، ممكن تيجي أنت تاخد المفاتيح؟ لا ما ينفعش، ده انا عندي حاجه مهمه دلوقتي ومش فاضي. بقول لك ايه، قولها تيجي على هنا. طب بقول لك ايه، ما تديني ربع ساعه واجي لك انا. طب ما ينفعش اقفل انا واروح؟ لا ما ينفعش تروحي بالمفتاح، انت مش عندك كليه الصبح. طب مين اللي هيفتح بقى؟ اديني بقى ربع ساعه بالظبط وانا هاجي لك ان شاء الله. يلا باي باي. ميرسي. انت غبي يا ابني، مش قلت لك قولها تيجي على هنا؟ هتيجي بس ما ينفعش خبط لازق كده. العب هتتفرتك دلوقتي. كوبايه شاي ممكن تستاهل بقك يا عماد. تسلم ايديكي. يعني انت افتكرتي عمده كوبايه شاي ونسيتيني انا؟ ها الا عمده، ده الغالي صاحب الغالي. طب والله يا عماد انا طول عمري حتى اسال اسماعيل، طول عمري اقول انا ليا اخين عماد وسعيد. صدق صح، عماد ونعم الاخ. بص يا حبيبي، انا غسلت لك هدومك كلها ورصيتها لك جوه في الدولاب، بس الشرابات بقى بصيت فيها لقيتها كلها مخرمه، قلت اخد نفسي كده واريح وبعدين الفقهم لك. ما تتعبيش نفسك، انا هشتري غيرهم. لا ما تشتريش، ما هم لسه فيهم الرمق، انا هبقى اخيطهم لك، انت بس بقى قص ضوافر رجليك، اصلهم كلهم مخرمين من عند الصبع الكبير. يا عواطف، بقالي زمن ما حدش خد باله مني. يا حبيبي يا عماد، طول ما انا عايشه يا اخويا ما تشيلش هم حاجه ابدا. متقلين عليك يا احنا عماد. ما تقولش كده، ده احنا اهل. بص هي فتره صغننه خالص يا عماد على ما ندبر حالنا، يعني اوعى تفتكر ان احنا مطولين في القعده. ده بيتك يا عواطف، وديكي لسه قايله ان انا وسعيد ايه اخواتك. يخليك ليا يا حبيبي. قول لي عملت ايه مع رجب؟ اهو الراجل بيجهز وبيعمل اخر جهده. خلي بالك رجب ايده ناشفه عشان ما يضحكش عليك، خد وقتك عشان تفرش بيتك حلو، ما ترضاش باي حاجه وتقول بعدين ابقى اغير واجيب ده واجيب ده. لا، اللي بنجيبه في الاول بيبقى احلى حاجه، بعد كده بيبقى كله في النازل. انت راجل موظف ومتعلم، خد حقك. بصراحه الراجل بيعمل احسن حاجه ومش هيستخسر في بنته. عارف بقى يا عماد، عارف بقى طيبه قلبك دي هي اللي بتطمع فيك الناس. عزه بنت حلال وانا شاريها. ومال اوزانها برضه. ربنا يقدم اللي فيها الخير. انا هخش انام، تصبحوا على خير. وانت من اهلي، لو عايز حاجه انده عليا يا اخويا. ايه؟ خف يا عواطف. الله، هو انا منصح يا اخويا بقى بتقل؟ عماد مش سهل، هيفهم ان انت قاصده تلعبيك الجوازه عشان تفضلي قاعده هنا. اخص عليك يا اسماعيل، انت برضو تظن ان انا اعمل كده؟ وابو كده يا عواطف. ايوه يا دكتور مروان، انا بجد زهقت واتاخرت جدا ولازم امشي. يعني انت مش قادره تستني نص ساعه كمان؟ خلاص بقى، هاتي المفاتيح البيت وتعالي، وهاتي الايراد كمان معاكي. العنوان كامب شيزار، 7 شارع الانبا تاكله، الدور الثاني. يلا مستنيك، مع السلامه. سلام. ايوه عليك يا جدع، ده انت ابن شياطين، ده البت هتيجي بجد. طبعا. يلا قوم بقى هوينا بقى. لا هويك ايه؟ واقف فيه، اخلع بقى. طب خلاص هخش جوه، مش هتسمعني يلا نفس. مفيش الكلام ده، يلا اخلع. طب اغير هدومي يا جدع انا مصدقت ان هي جت. اخلع بقى. اغير هدومي طيب. مفيش، هنقوم لك من البلكونه. الصاحب لصاحبه ايه طيب؟ مفيش لا صاحب ولا صاحبه. عشان خاطري. يلا يا جدع. مروان. صدق الله العظيم. تاخرتي كده ليه يا حوريه؟ انا ابراهيم يا ماما. ايه هي حوريه لسه ما رجعتش؟ اتاخرت قوي يا اخويا في الصيدليه وانا قلقانه عليها مش بعادتها.
وهي بتعمل ايه في الصيدليه؟ ما انت عايش معانا ومش دريان باللي احنا فيه. اختك بتشتغل في صيدليه واتاخرت، انزل هاتها، الشوارع مليانه بلاوي. تشتغل في انهي صيدليه؟ صيدليه الخواص في الابراهيميه. ايه يا ولد، في ايه؟ استنى، مالها الصيدليه دي؟ ملهاش. حماده، قوم ضب اغراضك وفيل من هون هلا. انا عملت حاجه؟ وعم جورج عارف الكلام ده؟ يا خيي ما بقى في اتحمل وجودك هون. ماشي، وانا مش هتحل عليك. حماده تعال نار. عمو المعروف خدني معك، حاولت امنع حالي ما قدرت. كل شي فيك بيعجبني، ضحكتك، عيونك، شعرك، كل شي بيعجبني. بس لا انا اذا بروح جورج بيموت، ما في اتركه لحاله، انا محتاره، انا عم ضيع بيناتكم، محتاره بين احترامي لجورج وحبي لك. انت بتحبيني؟ انا بحلم مرة صبيح من شعراتك، بس ممنوع بكون عم خونه لجورج، مش مسموح. حماده، انا عندي ضحكتك بالدنيا، بس تكون زعلان بحس اني بدي اغمرك بشدة واقول لك انه ما في شي بالدنيا بيستاهل زعلك. انا بدي احكي لك كلمة. فل لا ما تفل. إذا فلت أنا رح